النادي الاهلي بيعلن رسميا عن عوده محمد شريف الى صفوف النادي الاهلي. محمد شريف زي ما احنا عارفين ان هو كان بيلعب في النادي الاهلي من موسم 2020 من 2019 يعتبر. انضم لنا محمد شريف، قدم مواسم مميزه جدا من ضمنهم موسم 21. محمد شريف مشى من النادي الاهلي من موسمين، انضم لنادي الخليج في السعوديه، لعب موسمين مع نادي الخليج. الموسم اللي فات محمد شريف لعب 575 دقيقه فقط طول الموسم، قدر انه يسجل خلالهم 3 اهداف فقط. طب بالعقل ازاي؟ مش هنتكلم عن الحته دي، هتكلم على في اخر الفيديو. طب دلوقتي معانا محمد شريف مشى من النادي الاهلي وهو رقم 2 في ترتيب المهاجمين. طب ازاي محمد شريف هو ما كان ماشي اصلا وهو رقم 2 في ترتيب المهاجمين، وازاي يعني جاي دلوقتي وهو رقم 3؟ طب ازاي ده؟ هو وسام وبعد كده جراديشار وبعد كده هو. طب ازاي بالعقل؟ محمد شريف مقارنه بالموسم اللي فات لما لعب 575 دقيقه سجل خلالهم 3 اهداف، لما يجي له فرصه من النادي الاهلي ويجي يقعد دكه ده هيبوس ايده وشه وضهر وما هيصدق ان هو يمسك في الفرصه. مش عايزين نختلف ان محمد شريف كان مقدم موسم متميز في 21 وكان هداف الدوري والكلام الحلو الجميل ده كله، والتاتش اللي حصل مع منتخب مصر هو اللي اثر عليه بشكل كبير جدا في مستواه. فاكتبوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في الصفقه، وهل محمد شريف هيكون اضافه للنادي الاهلي ويقدر يثبت نفسه ان هو لاعب مهم، ولا هيكون على الله حكايته؟ على فكره هو انضم للنادي الاهلي في 5 سنين. 5 سنين يعني محمد شريف دلوقتي عنده 29 سنه، المفروض عقده هينتهي 34 سنه. يعني في لعيبه اصلا يعني بتعتزل عند 34 سنه. فهل انتوا شايفين ان الصفقه ديت معناه ان الاهلي بيمهد ان هو هيمشي وسام ولا لا؟ عشان لو مشى وسام يبقى انت عندك جراديشار اساسي ومحمد شريف دك. انا شايف ان الصفقه والله يا جماعه مش مرتاح، انا مش مطمن للصفقه دي عشان احنا كده بنرجع لورا. لما نتكلم في مهاجمين صغيرين ومش عارف ايه والكلام ده، لا احنا لسه بنجيب لعيبه من 21. اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات.